السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة هنبتدي برضو في سلسلة لكسور الكوع. في كل مرة في موضوع كسور الكوع ده هناخد منطقة معينة هنتكلم عليها. احنا النهاردة هنتكلم على النتوء الخارجي. النتوء الخارجي ده اللي هو الكوع من بره. انا دكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، عشان بس تبقوا عارفين الكوع، عشان هو شوية معقد. انا ده العضد وده الدراع. النتوء الخارجي هو الجزء الخارجي من مفصل الكوع، والنتوء الداخلي هو الجزء الداخلي من أسفل العضد. طيب، اللي هو العظمة اللي بتبقى بارزة في الإيد من جوه، في الكوع من جوه، ده الداخلي. عكسه الناحية التانية الخارجي. طيب، نازل فيه جزء كده دايرة، الكسر ده هو اللي هنتكلم عليه النهاردة. طيب، وحواليه عصب في الحتة دي. طيب، الدايرة دي بتعمل مفصل مع الكورة أو رأس عظمة الكعبرة. يعني العظمة امتداد الصابع الكبير اللي هو الإبهام، بتطلع آخرها بتبقى فيه دايرة أو كورة بتعمل مفصل مع النتوء الخارجي لأسفل العضد. طيب، والعظمة البارزة اللي هي الداخلية دي بينزل فيها بكرة، دي كده عاملة زي البكرة، بكرة بالظبط، البكرة بتاعت الخيط. تمام. بتعمل مفصل مع أعلى عظمة الزند. احنا أخدنا قبل كده عدم التحام عظمة الزند، أعلى عظمة الزند. طيب، ووراها العصب الزندي، ورا النتوء الداخلي ده العصب الزندي، اللي هو لما حضرتك بتخبط فيه كده بتحس ان يبقى فيه شوية تنمير. فاحنا كل منطقة من دولت ليها تقسيمة وكسر بطريقة معينة. طيب، هو أنا ليه بقول يا جماعة المواضيع دي؟ عشان كل مرة هبقى بركز على نقطة واحدة بس. يا جماعة، لو سمحتوا ما تدمرش المفصل ده بالذات، ده المفصل بالذات، بان انت المنظر الصعب قوي بتاع الجبس اللي فوق الكوع فترات ممكن يغيب على الطبيب بتاعه بالشهر ونص، ومستني ان الحركه تبقى كويسه. احنا النهارده هنتكلم في الكبار، مش بنتكلم في الصغيرين، يعني عشان ما نحضرش للمواضيع الصعبه بتاعه تيبس الكوع. يعني تاني، بصرف النظر هتمشي باي علاج، واللي هو 99% بيبقى علاج جراحي. لو سمحت الكوع دوت ما ينفعش يقعد اكتر من اسبوعين ل3 في الجبيره. وهفهمك كمان نقطه بصرف النظر العلاج ازاي حتى في الاسبوعين ال3 بعد طبعا مشورة طبيبك بتحرك بشكل هنشرحه بعد شويه. طيب، احنا هنتكلم بس على الجزء الخارجي اللي هو الكسر في المنطقه دي، اللي هو بيعمل مفصله مع راس عظمه القابض. طيب، ايه الاسباب بتاعت كل الكسور؟ اشهر حاجه هنا هو ان انت تقع على ايدك، او حد يخبط على الكوع في المنطقه دي، يعني يخبطك من بره، او تقع والايد تبقى محمله على الجزء الخارجي اكتر منه على الجزء الداخلي، فالحته اللي بره ديت ايه تكسر. او بقى الحاجات النادره ان يبقى فيه لا قدر الله ورم، فالمنطقه دي ضعيفه فكسرت طقت. طيب، الاعراض ايه؟ برضو زي كل الاعراض بتاعت الكسور، الم وورم، والحركه بتقل مش بتتمنع، لان بيجي فيه ساعات بيبقى واحد يقول انا ايديا بتتحرك فانا ما عنديش كسر. ما فيش حاجه اسمها كده. الحركه ليها علاقه بالعضلات والاعصاب، مش ليها علاقه بالعظم. العظم لما بيتكسر بيقلل الحركه، بيبقى اصلا تقليل الحركه عشان الالم، هي بتبقى مؤلمه. اطراف العظم بتقعد المكسوره بتقعد تخبط في الانسجه فبتعمل الم شديد، فاللي بيقلل عشان
يقلل الالم، مش عشان هو مش عارف يحرك، هو غالبا بيعرف يحرك، هو ما بيعرفش يحمل، تبقى القوه ضعيفه جدا، بس بيعرف يحرك. فمفيش علاقه ما بين الكسر بتاع الكوع وان ما بقاش في حركه، بقيه المفصل وبقيه العضلات شغاله. فدي من ضمن الحاجات ان يلاقي فيه ورم بعد الوقعه، يلاقي فيه ورم وما يروحش للطبيب ويستنى بالاسبوعين 3. فتخيل انت اسبوعين 3 مفيش علاج، وهنستنى كمان اسبوعين 3، فده بيأثر على وظيفه المفصل. طيب، او اعراض عصبيه لا قدر الله، ان الكسر ده اثر على العصب، فالبكره الخارجيه بتاثر على العصب الخارجي، والبكره الداخليه بتاثر على العصب الداخلي. كل واحد بيبقى ليه اعراض معينه. تمام. طيب، ايه الاشعاعات؟ كالعاده الاشعه العاديه، بس في الكوع كل ما يبقى العظم صغير ومفصلي كل ما يبقى الاشعه المقطعيه مهمه. يعني تلاقي مثلا في البكره اللي هي الخارجيه، ادي الراس اهي، هي مكسوره اهي، مكسوره ونطه لقدام، احنا كده باصين من الجنب، الكوع من الجنب. طيب، هنعالج الكسر ده ازاي؟ يعني مش هو ده موضوع، يعني مش هي دي الفكره بتاعتك، تبقى عارف ان الكسر بيتعالج ازاي. بس عموما الكسر ده العظمه دي صغيره، فبتبقى محتاجه مسمار صغير. اصغر مسمار عندنا او من المسامير الصغيره اللي عندنا مسمار هربة، ما بيبقاش ليه راس وبيتغطس جوه الغضروف، فما بيحكش في بقيه المفصل. بنحط 1 أو 2 أو 3 على حسب حجم العظمه. النقطه اللي تخص ايه هي؟ حضرتك بعد ما تعمل عمليه، طبعا الكسور بتاعه الكوع 99.9 بتبقى محتاجه جراحه. مش بتكلم على الاطفال، الاطفال ليها حاجات تانية كتير، انا بتكلم على الكبار. طيب، اللي يخص حضرتك ان الجبيره لو سمحت انا كاتب لك هنا اخرك 3، بس هو 3 دي بس احنا بنحمل بنحرك من تاني يوم. يعني احنا بنحط جبيره فوق الكوع، لما حضرتك بتثبت العظمه، حضرتك من تاني يوم بمجرد ما الالم يهدى شويه بترفع الجبيره، بتشيل الجبيره. طبعا الكلام دوت باذن دكتورك. بترفع الجبيره وبتبتدي تتني تاتا تاتا وتفرد تاتا تاتا، يعني ما تسيبهاش على وضعها. وفي بعض العمليات احنا بنطلع عيان دراعه مفرود مش متني لاسباب برضو مش ده موضوعك. المهم ان الحركه بالنسبه لحضرتك تبتدي من تاني يوم، وبعد كده هو تلف الايد الدراع، يعني في وضع الشحات انا ايديا باصه لفوق، وبعد كده هو عكس وضع الشحات، بحيث ان المفصل يبتدي يتحرك، ما يدنوش قاعد في الوضعيه دي. الكلام دوت بالراحه كده، وايديك على صدرك، على بطنك، انت مقربها على جسمك وماسكها بالراحه، وتتني بالراحه وتفرد بالراحه، وبعد كده تروح جاي حاطط الجبيره ولافف الايه؟ الرباط الضغط. بس انك ترمي رباط عشان الالم تدنك حاطط الجبيره او سايب الجبس لغايه شهر ونص، والله بقى بيوصل لغايه 3 شهور، حاجه يعني مش ولا كانه الكوع دوت مش بتاعه هو. فيا جماعه ارجوكم، الهدف الرئيسي من المحاضره اللي هي دي، الكوع بالذات اكتر واسوأ من الركبه. يعني الكاحل الامور فيه مستقره، الحوض كده كده متجبس، الريست اموره مستقره مفيش فيه مشكله غالبا. الكتف كده كده ما يتثبتش. الكوع يا جماعه حساس جدا لموضوع عدم التثبيت ده، فجاه ما بقاش بيتحرك، طبعا ده هيأثر ومشاكله كبيره. النقطه الثانيه برضو اللي بتقرق ناس كتير، ساعات بعد العمليه بيحصل اصابه عصبيه، لما بنرد الكسر العصب اللي حواليه بيتشد، مش بيتقطع، بيتشد عادة. طبعا الكلام دوت نسبته ما بتعديش 2-3%، بس وارد، والمريض بيبقى عارف الكلام ده. وكل عمليات الطرف العلوي احنا بنحط بتاعه حاجه بتمنع الدم، بتتلف حوالين العضد من فوق، دي برضو ممكن تعمل اصابه عصبيه، فالعيان بيطلع مش عارف يحرك صوابع ايديه يرفعها لفوق، فبيبقى متضايق جدا نفسيا. بنطمنه لان غالبا دي اللي هي لغايه 92%.
بيستعيد الوظيفة من 3 أسابيع ل3 شهور، ساعات بتبقى أطول من كده، بس عادة في معظم الحالات الأمور بترجع في الفترة دي. تاني يا جماعة مش هوصيكم على الكبيرة بالنسبة للكوع، وطبعا برضو في استثناءات من كل حاجة، دي القواعد العامة. أنا هنا وظيفتي إن أنا أقول لك القواعد العامة، أنت ما بتتحركش من دماغك، حضرتك الطبيب اللي أنت بتعالج معاه تحت إشراف، بس الكبيرة لازم تبقى بحرص شديد بالنسبة للكوع. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.